الايفون 16 برو ماكس واللي بدون شك هو من افضل الهواتف للتصوير في العالم، بس ما كانش ينفع اكون بجرب ملك التصوير في الاندرويد وما قارنهمش ببعض. ازيكم وعاملين ايه؟ في مقارنه ان شاء الله تعجبكم بين الايفون ال 16 برو ماكس من ناحيه والفيفو اكس 200 الترا من ناحيه تانية. بصوا بصراحه الموبايلين دول مختلفين كليا في كل حاجه، لغه تصميم، شاشات، بطاريات، اداء، كاميرا، كل حاجه. احنا قلنا الكاميرات، طب خلونا نبدأ بيها لأن هي أكتر حاجة بتهم أي حد بيشتري موبايل بالسعر ده. فيلا بينا، كاميرا الآيفون ضد الإكس 200 ألترا. عشاق أبل لو سمحتوا يمتنعون عن التعليق بعد اللي هتشوفوه دلوقتي. انا جيت معاكم اهو دلوقتي على الكمبيوتر عشان نستعرض سوا اهم الصور اللي انا لقطتها في الموبايلين. وخلونا نبدا كده الموضوع بترتيب زمني. نمسك الاول الصور اللي بالنهار في الاضاءات العاليه، واللي كلنا عارفين اي موبايل من اول مثلا 20000 جنيه هيطلع لك تجربه رائعه للتصوير بالنهار من حيث بقى التفاصيل والديناميك رينج والكلام ده كله. ولكن هل بقى موبايلات بالسعر العالي جدا ده هنلاحظ بينهم فروقات ولا لا؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. لان عندنا اهو صوره للقلعه ملتقطه بالموبايلين، يبان لك شويه في الصوره اللي على اليمين اللي هي الخاصه بالايفون ال 16 برو ماكس ان في حده اكبر، تفاصيل اكتر، وفي كونتراست كده وتباين عالي في الالوان. اما صوره الفيفو اللون الاصفر رايق كده وهادي ويبان لك ان التفاصيل اقل. ولكن ايه اللي يحصل بقى لو جينا في كل صوره من دول عملنا زوم كده حبه حلوين على الجزء ده في القلعه وليكن الحته دي؟ تعالوا نعمل زوم في نفس الجزء ولكن بصوره الفيفو ونشوف بقى مين تفاصيله اعلى. زي ما انتم شايفين بالنسبه لي انا شايف تفاصيل الفيفو اكتر. هنا في صوره الايفون بدا شويه يحصل حبه نويز والتفاصيل تبتدي تروح. وعشان ابين لك الموضوع بشكل اكبر، شايف اليافطه المكرمشه اللي جنب السور او البرج العالي ده اهي؟ بصوا كده، شايفين الحته دي؟ بصوا كده نفس الحته، ولكن على الفيفو فرق التفاصيل والالوان والوضوح وكل حاجه اعلى ازاي. وزي ما شفنا مع بعض في اول صوره تفوق وباكتساح لصوره الفيفو على حساب الايفون. تعالوا نشوف مع بعض صوره نهاريه تانية. في الصوره دي الموبايلين مطلعين صور حلوه قوي، الفيفو معلي الهايلايتس كده ومخلي الصوره منوره، اما الايفون قافل شويه الكونتراست ومعلي الشادوز في الصوره. تعالوا نعمل زوم على المركب دي ونشوف كده تفاصيل برضو مين في الموبايلين اعلى. في الصورة دي من حيث التفاصيل مش شايف فروقات كبيرة بين الموبايلين، بالعكس الدايناميك رينج فيه تفوق لصالح الايفون. زي ما احنا شايفين في الحتة دي مش لاسعة قوي زي الجزء ده، الجزء هنا لاسع جامد في صورة الفيفو، اما في الايفون مش شايف نفس اللسعان. فصورتين حلوين ولكن تفوق طفيف لصالح الايفون هنا. في الصورة دي بقى كان في شوية مراكب في البحر وبيتحركوا. مش عايزك تستغرب لما تلاقي صور الفيفو مقربة اكتر عن صور الايفون، مع اني ببقى واقف في نفس الحتة وانا بصور الصورتين، ولكن ده حاصل بسبب ان البعد الباري اكبر في السنسور الرئيسي الخاص بالفيفو، فعشان كده بتلاقي الصورة مقربة شوية. تعالوا بقى نزوم على المركب اللبني اللي شكله حلو ده في الصورتين الاتنين ونشوف برضو مين فيهم هيدينا تفاصيل اعلى. تعالوا كده اهو. طبعا مما لا شك فيه في تدخل كبير جدا في الاي اي او الذكاء الاصطناعي في معالجه الصور الخاصه بفيفو. فيفو بتعتمد في المعالجه بتاعتها انها ترجع لك التفاصيل باي شكل، حتى لو هتيجي على حساب ان الصوره تبان انها واقعيه. باين طبعا بعد ما عملنا الزوم ده كله ان التفاصيل في صوره الفيفو اعلى بسبب زي ما قلت لكم الاي اي او الذكاء الاصطناعي اللي منعم الاسطح ومخلي التفاصيل تبان حاده. اما في الايفون فطبعا الصوره مبكسله بشكل واضح ومليانه نويز او دوشه. اما كدايناميك رينج واضاءات والوان، عن نفسي بحب الصور المشبعه اكتر اللي بتطلع من كاميرا الفيفو، ولكن صورة الايفون ممكن بشوية تعلية للهايلايتس على شوية بقى خفض للشادوز على شوية ساتوريشن هيطلع لك برضه صورة حلوة ومشبعة. ولكن الصورة الجاهزة على طول في فيفو تكسب في الجزئية دي بسبب زي ما قلت لكم التفاصيل الاعلى. في صورة بقى بدور لكم عليها دلوقتي هي اللي هتحسم الجدل بين الجهازين دول في حتة التصوير النهاري والتفاصيل بين الموبايلين، عشان تدركوا قد ايه التصوير في الفيفو اكتر في التفاصيل. تعالوا نشوف الصورة دي. زي ما انتم شايفين المركب في الصورتين دول انا مصورهم من نفس الزاويه من نفس المكان من نفس كل حاجه، والاتنين باينين بشكل ممتاز بكامل تفاصيلهم. ولكن بيبان امتى الاختلاف؟ لما نعمل زوم. تعالوا نعمل زوم في صوره الايفون لحد هنا بس على الكرسي اللي لونه اورنج او لونه برتقاني ده. تعالوا نعمل نفس الزوم في نفس المكان، هات كده المايك ده شويه اللي واكل نص وشي ده، هنا في صورة الفيفو. بصوا فرق التفاصيل قد ايه. طبعا 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 بدون تحيز وبدون نقاش انت شايف بعينك دلوقتي الايفون ملا الدنيا بكسله ودوشه وزحمه، حتى الازازه هنا تقريبا ملامحها اختفت واتملت بكسلات. هنا لسه الازازه محتفظه بشكلها، وحتى الكرسي السطح بتاعه لسه ناعم والتفاصيل عاليه جدا، حتى الالوان لسه عاليه. هنا طبعا الالوان بدات تضرب، ولكن هنا اللون زي ما هو، التفاصيل زي ما هي، كل حاجه ممتازه و10 على 10 في صوره الفيفو. حتى هنا بصوا في السقف الملايه دي، بصوا هنا بعيدا عن انها لسعت شويه ولكن الصوره مليانه نويز ومليانه دوشه.
هنا طبعا لسه القماشة محتفظة بنفس التكستشر او الملمس بتاعها وباين في الصورة. وعشان اكون برضو امين معاكم وببين نقاط تفوق كل جهاز عن التاني، ففي الصورة دي الايفون هيكسب، وتعالى اقول لكم ليه. بعيدا عن ان التفاصيل اعلى، ولكن بص كده لو قربت، شايف الجزء المدور ده او اللي واخد كيرف باين بكامل تفاصيله، او التكستشر والملمس بتاعه باين من الاخر الحجر ده. بصوا لو عملنا زوم في نفس الحتة في صورة الفيفو، تلاقي الصورة لسعة جدا جدا، والطوبة تقريبا اتمسحت، الإضاءة راحت خالص من عليها. بعيدا عن صحيح التفاصيل بتكون أعلى في صور الفيفو، ولكن في الصورة دي بالتحديد الآيفون تفوق بسبب الديناميك رينج الأفضل وظبطة ال HDR اللي معرفش خالص الفيفو يقرب منها حتى. فده يديك استنتاج كده إن المقارنة بين الموبايلين دول شرسة جدا، ولكن يهمك الموبايل اللي يطلع لك تفاصيل أكتر من الصورة بتاعتك ويحافظ لك على نفس الكواليتي والشاربنس كده، فطبعا الفيفو بيتفوق باكتساح. ولكن يهمك بقى الهايلايتس تكون مظبوطه اكتر والاتش دي ار الاظبط، فده شفناه في صور الايفون. بس اركن بقى كل الكلام ده على جنب. زي ما قلنا اي موبايل ب 20000 جنيه هيطلع لك نتائج مرضيه جدا في الفئه السعريه دي في ظروف التصوير دي. تعال نخش بقى على تصوير البورتريهات وتصوير الاشخاص في الاضاءات الجيده. لو بدانا بقى بالصوره زي دي في شمس الساعه 1 الظهر، شمس عنيفه كده فوق دماغنا كانت نازله، نلاقي ان الايفون دايما بيتفوق في لون السكين تون او لون البشره البرونزي كده اللي كلنا بنحبه. بعيدا محدش يقول لي اصل دي الواقعيه ودي مش عارف ايه، لا ده مش واقعي. الشخص اللي انا بصوره ده ما كانش لونه برونزي بالشكل ده، ولا كان برضه لونه ابيض وفاتح كده زي ما الفيفو مطلع. ولكن الصورتين بصراحه كويسين. عن نفسي يعجبني في صوره الفيفو لوك الشجر او اللون الاخضر اللي ورا ده مزهزه كده والساتوريشن فيه عالي، عكس الايفون مزود فيه الكونتراست ومقلل قوي الساتوريشن فيه فشكله مش حلو. ولكن لون البشره بالنسبه لي احلى في الايفون. ولكن تعالوا نشوف بقى مين فيهم اعلى في التفاصيل وفي العزل او قوه العزل، اللي طبعا كلها بتتعمل بالسوفت وير احنا عارفين. ولكن تعالوا نزوم كده في الصوره دي. الاتنين تفاصيلهم تقريبا واحده، ولكن تفوق بسيط بسيط خالص في التفاصيل في صوره الفيفو عن صوره الايفون. تمام. تعالوا كده استنوا كده، بصوا في حاجه. شايفين الحته دي؟ شايفين الحته دي المفروض فيها شعر، ولكن الايفون ما عرفش يعزله، راح مدخله مع الخلفيه وعزله ونغمش عليه. هنا الفيفو مطلع لك الشعرايه زي ما هي اهي. بصوا هي الحته دي شعرايه شعرايه شعرايه، انا ممكن اعدهم من هنا. بلاش دي، في كمان شعرايه هنا في الايفون مش باينه. وننزل كمان على باقي الاطراف، الايفون مسح كل التفاصيل او كل اي حاجه من الاخر بتخص الشعر. بصوا كده، بصوا هنا في شعرايه طالعه شعرايه طالعه، هنا مفيش اي شعرايه طالعه، هو دخلها مع الخلفيه وعمل لها عزل. فدي مفاجاه غير متوقعه لصالح الفيفو في جزئيه العزل. التفاصيل زي ما قلنا الاثنين قريبين جدا من بعض، تفوق بسيط للفيفو، ولكن سكين تون وظبط اتش دي ار وهايلايتس اظبط في الايفون، بس العزل ودقته احلى في الفيفو. تعالوا بقى نشوف صوره تانية من الايفون. بصوا الصوره دي، الصوره دي انا فاكرها كويس قوي قوي قوي. تعالوا كده اوريكم فيها ايه. بصوا بعيدا يعني عن اللي بيصورني نفس الصوره طلعني وانا نايم هنا في الصوره دي، بس ما تركزوش في شكلي، المهم كواليتي الصوره. الايفون مخليني مغمق قوي كده ووشي اكنه مزيت، مش عارف ليه يعني، مع اني ما كانش شكلي كده يعني. وفي نفس الوقت انا عارف ان انا مش ابيض ولا ناصع البياض زي ما الفيفو مطلعني، بس صوره الفيفو احلى بالنسبه لي. انا ما احب الشكل يبان كده اكني متبهدل ومفرهد، مع اني كنت مبهدل ومفرهد، ولكن انا حبيت اكتر الصوره طالعه من الفيفو. بس سيبك بقى من التفضيلات الشخصيه والسكين تونز احلى في هنا ولا هنا. عاجبني زي ما قلت لكم الفيفو، انت ممكن يعجبك الايفون، بس عايزك تقول لي ايه اللي الايفون عمله في حته الشعر اللي فوق هنا. انا كان عندي شويه شعر هنا بقى انا عايزه، اهو الشعر ده فين هنا؟ طبعا زي ما حصل في الصورة اللي فاتت، دخل وساح مع الخلفية وتم النغمش عليه كأنه مش موجود اكتر، بالتالي طلع شكل راسي غريب. يعني راسي لو تقلنا العزل شوية هتلاقي العزل داخل كده عامل موجة جوه راسي وطالع. ولكن لو جينا هنا للفيفو، بصوا شعرايه طالعة واخدة حقها كده في العزل وفي التفاصيل وفي كل حاجة. نيجي بقى برضو مثلا نشوف كده شوية في التفاصيل هنا مين فيهم اكتر. لا تفاصيل فيفو طبعا اعلى بسبب تدخل AI ولعبه شويه واضافه شويه تفاصيل من عنده كده. فاجمالي تصوير في الاضاءات النهاريه الفيفو بيتفوق من وجهه نظري الشخصيه. خلينا نكون حياديين يا جماعه، العزل صحيح بيتعامل بالسوفت وير في الجهازين، ولكن تفوق باكتساح في العزل لصالح الفيفو. والسكين تونز بقى دي تفضيلات شخصيه، في صور هنا احلى هنا صور احلى، كل واحد حر في وجهه نظره. تعالوا قبل ما نخش القلعه جوه مع بعض نشوف تصوير الماكرو في الموبايلين دول عامل ازاي بالنهار. الصورتين دول متصورين في نفس المكان وبنفس البعد عن نفس الزرعه دي، ولكن الفيفو مطلع صوره سينمائيه عامله كده شبه كاميرات
دي اس ال ار الاحترافيه يا جماعه. التفاصيل بصوا ورقه الشجر دي مثلا، بصوا الايفون للاسف الصوره بتطلع وحشه جدا، حتى الهايلايتس كل حاجه فيها لسعه، لانه بيعتمد على تصوير الكاميرا الالترا وايد في تصوير الماكروز بتاعته، فبتطلع الصوره بهتانه. انا مش عارف التفاصيلها قليله، كل حاجه فيها مش حلوه، حتى العزل ضايع، مفيش عزل اصلا تقريبا. لكن بصوا هنا يا جماعه، بصوا الشعيرات البسيطه اللي على الورقه هنا مفيش الكلام ده، ما تلاقيهوش، يعني تحسه منغمش اصلا، ومفيش حاجه في الفوكس، الفوكس ضارب في رايح في داهيه. لكن الفوكس هنا بص شكل الورده. طب بلاش الصوره دي، تقول لي يا عم شوف لنا وضع تصوير تاني او اضاءه تانية او صوره تانية. بصوا كده، دي برضو نفس الصوره، شايفين العزل، شايفين الالوان، شايفين الكونتراست، التفاصيل، كل حاجه من غير ما اعمل زوم اصلا. تفوق هنا باكتساح في الماكروز. كنت مفعل وضع السوبر ماكرو وشغال بقى تصوير في الورد وبطلع نتائج مرعبه. استنى اوريك واحده كمان عشان تدرك معايا قد ايه فعلا في تفوق واكتساح في تصوير الماكرو للفيفو على حساب الايفون. خليني اوريك كده صوره النحله دي. الصوره دي في نفس الوقت طبعا النحله كانت عماله تتنقل من زهره للتانيه، ولكن الفيفو لقط الصوره بشكل سينمائي مرعب. العزل شكله غريب شويه وشكله مش واقعي، ولكن الصوره شكلها تحفه، الصوره تحفه بتفاصيل تحفه مليون مره. بصوا النحله ضخمه ازاي كانت، وبصوا الورقه هنا، بصوا بقى هنا. انا مش عارف ايه ده، ازاي موبايل بالسعر ده بيطلع الصور دي؟ حتى يا عم لو انا ما بعرفش اصور، ايه ده؟ طب لو انا ما بعرفش اصور، طب ما انا مطلع الصوره دي، اشمعنى بالموبايل ده طلعت الصوره كده منغمشه ومفيش اي حاجه في الفوكس والصوره رايحه في داهيه؟ هنا صوره سينمائيه. طب بصوا كمان دي صوره تحس ايه القرف ده، صوره ملسوعه، ايه يا عم ده بيصور ايه ده؟ تعال اوريك نفس الصوره بالفيفو، بص المنظر، تفاصيل اعلى، عزل رهيب. يا جماعه انتوا مصدقين ان دي صوره كاميرا موبايل؟ يعني حد مصدق ان ده تصوير ماكرو بكاميرا موبايل مش بكاميرا احترافيه وكبيره كده وغاليه؟ ففي تصوير الماكرو الايفون ما جاش اصلا. نخش بقى القلعه من جوه ونشوف تصوير البورتريهات وتصوير الاشخاص عامل ايه في الاضاءات المتوسطه وجيده شويه، مش هقول لك افضل اضاءه ولكن كانت جيده. في الصورتين دول ما اكدبش عليكم انا بحب اكتر السكين تون اللي طالع من الايفون، ولكن انسى بقى خالص جمله الواقعيه دي يا جماعه. زي ما قلت لكم مفيش حاجه اسمها موبايل بيطلع لك صوره واقعيه، خلينا نكون متفقين، لا الشخص ابيض ولا هو برونزي وشكله برتقاني كده، فدي اذواق. ولكن بصوا لما بنعمل زوم، بصوا وشه منغمش ازاي وبدا يبكسل والتفاصيل بدات تروح، حتى باين بصوا الجزء فوق المفروض الجزء ده اللي معزول يبان فيه يعني النغمشه، ولكن بتاعت العزل السوفت وير المفروض يظبطها وينعمها. هنا مفيش نويز 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 في كل حته. ولكن تعالوا نبص على الصوره دي اللي اكنها متصوره في استوديو من الاستوديوهات اللي بنروح نتصور بيها في الشارع دي. بصوا الصوره طالعه عامله ازاي، سواء كعزل كشاربنس، الشاربنس لسه عاليه، حتى بصوا انا عامل زوم لحد فين. تعالوا نطلع فوق بقى، بصوا العزل شكله هنا جميل ازاي ومفيش اي نويز، مفيش نقطه نويز، هنا مليانه نويز، متروسه نويز، مش عارف ليه كده. حتى العزل بصوا هنا طبعا مفيش شعرات باينه ولا حاجه، هنا بصوا الشعرايه دي، بصوا حده العزل عامله ازاي يا جماعه. انا عارف ان الاي اي متدخل هنا ولعب شويه في الصوره كده، ولكن شكلها ككل صوره جميله تنزل على طول جاهزه كده على السوشيال ميديا. يعني انا لو متصور الصورتين دول ومعايا واحده فيها شويه نويز وواحده ما فيهاش، لا انا هنزل دي، انا ايه اللي يخليني انزل التانية؟ طب بلاش الصوره دي. هنا برضو نفس الكلام، ولكن ما عجبنيش الايفون مخلي الوش برتقاني قوي كده، يعني زايد عن اللزوم. عجبني اكتر لوك او سكين تون هنا بتاع الفيفو عن الايفون. حتى بصوا العزل بتاع الدقن، بصوا الشعرايه دي والشعرايه دي، كل شعرايه كده واخده حقها في العزل. هنا الدنيا للاسف كلها نويز نويز نويز، بصوا النويز عامله ازاي، شايفين النويز، نويز نويز في كل حته. فلا الايفون اول ما دخلنا جوه بدا يهيس شويه. اسمح لي بقى ابهرك وادخلك في اضاءه ضعيفه شويه واوريك الموبايلين دول في البورتريات هيعملوا ايه، عشان تدرك قد ايه لازم ابل خلاص تدخل اي اي في معالجه الصور بتاعتها وتفكها شويه من حته الواقعيه والصور المثاليه. مفيش حاجه كده، يعني مفيش موبايل زي ما قلنا بيطلع الكلام ده. تعالوا صوره زي دي، شايفين الصوره دي في مكان شديد التعتيم من غير فلاش، لو في فلاش كان هيبقى ضارب هنا في الشنطه بتاعتي، مفيش فلاش، انا طلعت الموبايل وصورت بالكاميرا التليفوتو على طول، صوره عاديه جدا. تعالوا نشوف بقى الايفون عمل ايه فيا في الصوره دي. ايه المنظر ده، عشاق الواقعيه وعشاق الايفون وعشاق مش عارف ايه يا جماعه المنظر ده. يعني انا دلوقتي موبايل بالسعر ده في اضاءه ضعيفه ومعايا الصورتين دول، هنزل دي اللي انا عارف ان الاي اي تدخل عشان يعلي الاضاءه ويظبط لي الجلد ويعمل ويسوي، ولكن انا دلوقتي شخص، حط نفسك مكاني كده، اتصورت الصورتين دول في نفس المكان بس بموبايلين مختلفين، وعندي فرصه انزل واحده فيهم على السوشيال ميديا، بامانه هتنزلوا دي ولا هتنزلوا دي؟ انا عن نفسي هنزل اللي على الشمال.
يعني ما فيش مقارنه اصلا. بصوا الاضاءه، بص تفصيل الشعر، هنا مفيش صوره اصلا، دي صوره غير ادميه، الصوره دي لا تصلح لاي شيء. هتقول لس الاضاءه ضعيفه وفي ظروف الاضاءه ومش عارف ايه. يا جماعه مش كلنا مصورين محترفين، يعني احنا كلنا، انا بنقل لك تجربه اليوزر العادي اللي دخل جوه مكان اثري وعايز يتصور في مكان ضلمه. مش هقول لهم نوروا لي الكشافات والنبي وهاتوا لي اضاءه بزاويه 45 عشان يطلع صوره حلوه. بص الصوره هنا طالعه عامله ازاي، مشبعه اكتر، تفاصيل اعلى، كونتراست اظبط، كل حاجه اظبط، هنا جميله، صوره حلوه. طب بلاش كده، تعالوا يا عم نشغل الفلاش في الموبايلين، لان جربت اصور لقيت الدنيا مضلمه، قلت اما اجرب بالفلاش واشوف كده الموبايلين هيعملوا ايه وهيتعاملوا ازاي مع الفلاش. بصوا الايفون يعني خلاني اعوذ بالله شيطان. ايه ده، بعيدا عن الدنيا الالوان الغريبه الار جي بي اللي طالعه من الشنطه هنا بسبب الفلاش، ولكن ايه اللي حصل في عيني ده يا جماعه؟ ايه ده، ابليس، ليه كده؟ ليه حصل كده في عيني؟ هتقول لي اي موبايل بتشغل الفلاش بيعمل كده، هقول لك على الاقل الموبايلات بتحافظ على التفاصيل بالفلاش، فين التفاصيل الوش اصلا؟ الصوره سيئه وكارثيه. ولكن بصوا الفيفو، بصوا دي نفس الصوره، استنى كده ارجع لك دي ايه، بص كده، انت متخيل ان دي هي دي؟ هنا منعمني جامد ومخليني ابيض والدنيا حلوه وشكلي جميل، بس يا جماعه دي صوره تنزل، يعني اقدر انزلها يا عم، يا عم هقلل شويه الهايلايتس واظبط الصوره، لكن ايه دي ما فيهاش ده كل حاجه ضايعه، ده ما فيش فيها امل. لكن هنا لا، تفاصيل وشي الاي اي دخل لعب فيها شويه، ظبط لي الحواجب، مش عارف عمل لي ايه، ولكن هو انا ده، ما هو انا ما حطش شخص غريب يعني، بس لا، تفاصيل، اضاءه، الصوره ككل جميل. حد مصدق اصلا ان الصورتين دول متاخدين في نفس ظروف الاضاءه؟ حد يصدق الكلام ده؟ وانا عارف طبعا هيجي حد يقول لي انت بتطبل للايفون، انت بتطبل اللي مش عارف ايه. هطبل له ليه؟ يعني الصور قدامك اهي، انا مش فارق معايا مين فيهم يكسب، الاتنين دول انا دافع فلوس عشان اجيب الموبايلين دول واعرف اعمل لكم الفيديو ده، فاكيد مش هيبقى من مصلحتي ان اكسب طرف عن التاني، يعني انا دافع فلوس من جيبي اصلا. دي برضو صوره بورتريه تانية في اضاءه ضعيفه شويه، مش اعلى اضاءه ممكن تتصور فيها. طبعا الفيفو تعامل مع الصوره بشكل احلى بكتير قوي، هنا انا مش عارف يعني، لا تعليق، الصوره قدامكم واتكلمنا كتير عن الجزئيات الضعيفه هنا، حتى بصوا الشعر، فمفيش كلام، انتوا طبعا عرفتوا رايي وعارفين رايي. ولكن انا عايز اعرف رايكم في الكومنتات تحت، هل شايفين او تشجعوا ان الشركات كلها تبتدي تدخل الذكاء الاصطناعي لو هتطلع لنا نتائج صور شبه اللي الفيو بيطلعها، ولا تحبوا اكتر الصور تكون طالعه زي الايفون كده، يعني لو الاضاءه ضعيفه الصوره تطلع منغمشه ومبكسله ولا تصلح لاي شيء، ولا تحبوا الاي يتدخل ويعدل لنا الصوره كده ويطلع لنا شكلها جميل؟ مهم قوي اعرف رايكم في الكومنتات في الجزئيه دي. نيجي بقى للصور دي واللي متصوره الساعه 12 بالليل تقريبا، وزي ما قلت لكم بسبب البعد البؤري فيبان لك شويه اختلاف في الكادر بين الصورتين، ولكن الصورتين متصورين في نفس ظروف الاضاءه، بنفس المكان، في نفس كل حاجه، يبان لك للوهله الاولى الاثنين حلوين. ولكن صوره الفيفو من وجهه نظري انا الشخصيه الوانها احلى. بصوا شكل الكور بتاعت العزل او البوكا بولز زي ما بيسموها، شكلها اجمل ازاي في صوره الفيفو عن الايفون. هنا تحس الكور اللي ورا بهتانه شويه، فيها نويز ونغمشه، هنا مفيش اي نويز، تحسها معموله بذكاء اصطناعي، ولكن هي معموله صح لان الاثنين هم، ولكن هنا جميله كده، حلوه تحب تتفرج عليها. اما السكين تون والتفاصيل فطبعا قدامكم الصوره، اتكلمنا عن الموضوع ده كتير، كل صور الفيفو تقريبا بلا استثناء تفاصيلها اعلى واجمل من صور الايفون. السكين تون بقى ولون البشره فالاثنين جمال جدا، هنا واخد تنت بامبي شويه، هنا رايح شويه ناحيه الورم، ولكن الصورتين في المجمل جمال كسكين تون، ولكن كتفاصيل وعزل بالنسبه لي الاحلى كان الفيفو. الصوره دي بقى انا مش هعلق عليها، عايزكم تقولوا لي انتوا شايفين انهي احلى كخلفيه وعزل من ورا. زي ما انتم شايفين الصوره دي احلى، النغمشه اللي ضاربه والمنظر الغريب ده شايفينه احلى من ده ولا انهي احلى؟ وفي نفس الوقت هعمل لكم زوم كده، شوفوا التفاصيل هنا طبعا ابتدت تروح، وهنا كمان التفاصيل كلها نويز. قولوا لي مين في الصورتين دول تحبوه اكتر. صوره بقى الساعه 1:15 بالليل بالموبايلين دول، طبعا الايفون الدنيا مظلمه شويه، الفيفو صوره منوره ومشعه كده ومليانه حيويه وطاقه. الصوره هنا بهتانه حزينه من وجهه نظري، مليانه نويز، مليانه نغمشه، معرفش مين ممكن يعجبه الصوره دي. يعني انت برضو معاك، انت يلي بتتفرج لو معاك الصورتين دول هتختار مين فيهم؟ عن نفسي طبعا برضو هروح للصوره اللي على الشمال. بصوا حتى شكل الزرع هنا مخضر كده ومزهزه والوش منور، كل الصوره حلوه، الصوره فعلا بيرفكت. فاعذروني في تصوير الاشخاص في الاضاءات الساطعه وبالنهار الشديد الايفون ممكن يتفوق في السكين تون، ولكن زي ما قلنا تفضيلات شخصيه. باقي ظروف الاضاءه، العزل، التفاصيل، اكتساح للفيفو، بالذات في حته الاضاءات المتوسطه والاضاءات الضعيفه الايفون بالنسبه لي انا ما جاش اصلا. حاجه بقى مهمه برضو بتهم ناس كتير هي جزئيه الزوم في التصوير. طبعا انا عارف وانتوا عارفين ان صوره الفيفو دي بنسبه 99% صوره معموله بالاي اي، اكيد الكاميرا ما قربتش يعني للبعد ده كله عشان تطلع لنا صوره القمر الجميل ده، ولكن
بنصور قمر يعني. معلش بيني وبينكم كده، وحد هيراجع ورانا؟ معلش يعني انا لو نزلت الصوره دي وكتبت تيكن باي مي، حد هيقول لي لا مش انت اللي مصورها، ده الاي اي؟ لا، ما انا اللي مصور. لكن صوره زي دي، ايه دي يا اخي؟ ابذل مجهود مثلا، اعمل اي اي واعمل لي صوره قمر هنا، انا عايز اشوف صوره قمر هنا. ايه ده يعني؟ دي بصوا شكلها حلو، ايه دي يعني؟ واحد مطلع موبايله كده وبيوجهه ناحيه القمر، هل هيكون عايز يشوف المنظر ده ولا المنظر ده؟ انت كيوزر تحب تشوف ايه؟ انا عن نفسي احب اشوف دي برضه. طب الصورة دي بقى، دي صورة ليلية عادي جدا لزرعة بالموبايلين الاتنين، بصراحة تفاصيلهم محترمة وممتازة. مش شايف فروقات كبيرة بينهم، ولكن تعالى خلينا نزوم هنا كده شوية عند الجذع ده. تفاصيل بصراحة قريبة قوي من بعض، قريبة قوي قوي، ولكن شايف حاسس الفيفو لما قربت هنا شفت تفاصيل اكتر. هنا لا، هنا الدنيا ضلمت يعني. بصوا كده الجزء ده، وبصوا الجزء ده هنا في شوية لسه تفاصيل العروق بتاع الشجرة لسه موجودة. طب تعالوا نشوف صورة ليلية بقى المبنى ده اللي هيبين لنا اكتر الاداء الليلي في الجهازين. تعالوا نعمل زوم كده على حرف المبنى، ونعمل زوم برضو في صورة الايفون، ونشوف مين هيطلع لنا تفاصيل او شاربنس اعلى. انا شايف الشاربنس والتفاصيل اعلى سنه في الفيفو، مع اضاءه افضل بكتير في الفيفو. الاضاءه هنا اظبط شويه، هنا الدنيا لسه مضلمه والنويز اعلى من الفيفو. الاتنين فيهم نويز، ولكن الايفون النويز فيه اعلى شويه. تعالوا نزوم على حته بعيد مثلا، تعالوا نشوف كده مثلا عند اليافطه او اسم الفندق، نشوف هيبان في مين فيهم. الهايلايتس مظبوطه اكتر بكتير عن الايفون. الايفون سيح كله في بعض، ما بقيناش شايفين اسم الفندق حتى. هنا برضو مش شايفين، ولكن كلمه هوتيل اهي باينه اكتر بحروف مجسمه اكتر عن الايفون. صوره تانية لنفس الفندق من الوش، يبان لك للوهله الاولى كده ان الاتنين كويسين، ولكن تعالى بقى ازوم لك كده شويه على يافطه الفندق او اسم الفندق. بصوا كده الفرق. الاي اي برضو تدخل وظبط لنا الصوره، لمع الدنيا هنا وخلى اسم الفندق باين بشكل شبه مثالي ومفيش اي نويز. هنا طبعا نويز كتير everywhere حوالين الكلمه في كل حته. حتى لو جينا هنا مثلا نبص على اللوجو بتاع الفندق ده او الساعه دي، معرفش ايه دي، تعالوا لو روحنا شفناه هنا، هنا باينه بشكل اوضح بكتير بكتير عن الايفون. فبرضو في الاضاءات الليليه اكتساح وتفوق واضح للفيفو على حساب الايفون. طب يا عم عمر، الكاميرا السيلفي بقى في الموبايلين ايه ظروفهم؟ هقول لك والله الاتنين جيدين جدا جدا جدا، ولكن لو زومنا كده في الصور السيلفي، اعذروني بس على بهدله شكلي دي، كانت الساعه 1 بالليل والدنيا صعبه خالص، وزومنا بقى هنا، التفاصيل في الاتنين قريبه جدا 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 من بعض، صعب قوي تفرق ما بينهم. السكين تون مختلف، الكونتراست هنا اعلى شويه والهايلايتس اقل، فهنا الدنيا لا مزهزهه كده والالوان مشبعه. فانت تختار بقى، انت حر. انا شايف بصراحه انا محتار يعني، مش عارف اختار مين فيهم. الاتنين جيدين جدا. تعالوا نشوف طب صوره تانية نشوف مين يتفوق. دي صوره بورتريه بالسيلفي في الموبايلين، تعالوا نشوف كده نزوم. العزل احلى في الفيفو. بصوا كده عند ودني في شعيرات صغيره كده باينه هنا، وما تمش عزلها ولا نغمشتها. هنا الكلام ده كله اتمسح في النغمشه، وبرضه بسبب المعالجه. حتى الشعر من فوق بصوا هنا اطرافه حاده اكتر بكتير من الصور اللي طالعه من الايفون. حتى الصوره بصور والله السكين تون ده يعجبني اكتر، تصدقوا؟ مشبع كده ومزهزه. هنا لا، بهتان شويه، محتاج سنه ساتوريشن، وانا بنزل الصوره على الانستجرام ولا حاجه احتاج اعليه. بس والله الاتنين في المجمل جيدين جدا جدا جدا. تفضيلات شخصيه، اختاروا انتوا. انا عن نفسي احب اكتر العزل ده، هنا ادق واحلى ومبين شعري شعرايه شعرايه. دي برضو صوره سيلفي تانية من الموبايلين دول، بصراحه الاتنين جمال، الاتنين ممتازين. هنا في شويه لينس جلير كده او شويه اشعه كده مرخمه على الصوره، مع اني كنت ماسح الكاميرا كويس، ولكن السكين تون عاجبني اكتر في الايفون، شكله كده ريتش كده، حاجه مركزه. هنا لا، هنا عارفين انتوا اللوك بقى، الوش الممسوح شويه اللي متلمع ده، ولكن انا على فكره قافل البيوتي اصلا في الاتنين. بس كعزل برضو لا يزال العزل افضل في الفيفو على حساب الايفون، مع ان الاتنين زي ما قلنا بالسوفت وير. بس السكين تون هنا صيني شويه، هنا لوك الايفون اللي كلنا بنحبه. انا عاجبني اللوك ده اكتر في الصوره دي بالتحديد، لان هنا الفيفو بعيد عنها شويه. حتى لون التيشيرت بتاعي كان لونه كده، يعني لون التيشيرت بتاعي اقرب للون ده من اللون ده، اللون ده فاتح قوي. بالنسبه للالترا وايد في الجهازين، فالاثنين بيقدموا واحده من اجمل كاميرات الالترا وايد الموجوده في السوق حاليا، ولكن زي ما انتم شايفين الكونتراست والشادوز اضعف بكتير في صوره الايفون على حساب الفيفو. صوره الفيفو منوره اكتر، المناطق الغامقه هنا بصوا لو زومنا كده مثلا عند الكوبري ده، بصوا هنا مضلم خالص، هنا شكله احلى، ولونه حتى باين كان لونه مزرق كده، مش باين اسود خالص كده. تعالوا بقى نزوم بقى على الابراج ونشوف مين يدينا تفاصيل اعلى.
والله الاتنين مش بعاد عن بعض، يعني الاتنين تفاصيلهم قليله جدا. يعني اللي بصوا كده الفيفو اعلى سنه في التفاصيل سنه، ولكن في حته الشادوز هنا اظبط بكتير، لان انا شايف لسه شويه تفاصيل هنا، لكن هنا الدنيا سودة تماما تماما. اما التفاصيل فقريبين جدا من بعض، يعني لو هنكسب واحد عن التاني هيكون الفيفو شويه. هنا الدنيا تحسها مكعبات، وهنا برضو قلبت مكعبات كلها بيكسلز بيكسلز. طب نشوف مثلا ايه المركب هنا مثلا دي، تعالوا نشوف المركب دي هنا عامله ازاي وهنا عامله ازاي. اعلى سنه في الفيفو سنه، الاتنين ضعاف، بس هنا الكلمه مش عارف مكتوب ابو دنيا تقريبا، هنا الدنيا ممسوحه خالص، فلا في تفوق بسيط لصالح الفيفو. لا، في تفوق تاني للفيفو. بصوا السمكه هنا باينه عامله ازاي، وهنا مفيش سمكه اصلا مع اني مصور في نفس المكان برضو. فلا تصدقوا الالترا وايد الفيفو هيكسب فيها برضو، تفاصيله اعلى واضاءته احلى والوانه اقوى كمان. صوره تانية برضو بالالترا وايد بالموبايلين، هنا في صوره الفيفو شعاع رخم كده، في شكله لطيف مبوظ الصوره، وده طبعا شعاع من الشمس، ولكن المفروض كان الموبايل يشيله. هنا في الايفون حتى مش موجود. ولكن تعالوا نزوم كده نشوف مين فيهم تفاصيله اعلى. خلينا ناخد كده الفريم ده ونزوم هنا كمان. لا، تفاصيل فيفو اعلى برضو بفعل الاي اي. بصوا من الاخر يا جماعه، الاي اي في اي صوره مباني، اي صوره مثلا اجسام او اي حاجه بتصورها، الاي اي بيتدخل وبيرجع لك التفاصيل على قد ما بيقدر، بيطلع صوره كلوك من بره كده تحسها مليانه تفاصيل، حتى لما تقرب تلاقي شويه تفاصيل محترمه تقدر تقص بقى من الصوره توديها في اي حته انت عايزها. ولكن الايفون بسبب انه مش بيدخل الاي اي في اللعبه، فلا هو انا مش شايف الجزء ده، خلاص هنغمشه بس. فانت تختار، يعني انت كل واحد حر يختار ايه اللوك اللي هو عايزه. تعالوا بس حتى نزوم هنا على ورق الشجر ده في الموبايلين، ورق الشجر في الاتنين منغمش. ولكن بصوا هنا بقى الشادوز رايحه في 60 داهيه، والصوره خلاص هنا هو مش شايف اي حاجه بسبب الاضاءه. هنا لا، لسه في باين ان ده شجر ولونه اخضر، مفيش تفاصيل لان المسافه بعيده، ولكن هنا برضه مفيش تفاصيل ومفيش صوره اصلا بقى. فيعني مش محتاج برضه اقول لك مين كسبان في المشهد ده. طبعا 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 الفيفو اكس 200 الترا. كده يعني ايه غطينا اهم الجوانب اللي تخص تصوير الفوتو في الموبايلين، واللي تقريبا اكتسح فيهم بامتياز الفيفو على حساب الايفون. ولكن الجزئيه اللي فعلا الايفون لسه محافظ فيها على قوته وعلى اسمه هي تصوير الفيديوهات في الموبايلين. دي جوده تصوير الفيديو العادي على الفيفو اكس 200 الترا على 4K 30 فريم في الثانيه بدون اي تعديل وبدون اي حاجه. ودي جوده تصوير الفيديو العادي 4K 30 فريم برضو في الثانيه من غير تعديل من غير اي حاجه. قولوا لي في تصوير الفيديو العادي مين فيهم اقوى. وده فيديو بالايفون 4K 30 فريم في الثانيه متصور لوج رو مفيش فيه اي الوان، وعدلت الالوان بنفسي على الكمبيوتر. ده بقى فيديو لوج 4K 30 فريم في الثانيه، ولكن مش بالايفون، ده بالفيفو اكس 200 الترا ولو انتوا على الكمبيوتر. فعايز اعرف رايكم بقى في تصوير الفيفو مع اللوج، هل مقارب للايفون ولا لسه بعيد شويه؟ كفايه بقى لحد كده عشان حاسس ان انا سرحت والفيديو هيطول جدا بسبب جزئيه الكاميرات دي. يلا بينا بقى نرجع مع بعض على باقي تفاصيل المقارنه الناريه بين الجهازين العمالقه دول.